ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى الناس آمنوا واتقوا، آمنوا بالله، آمنوا بشريعة الله، آمنوا بأصول الدين، آمنوا بالعقيدة السليمة، آمنوا بشريعة الإسلام واتقوا، جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، ابتعدوا عن الذنوب، عن المعاصي، عن الموبقات، عن اللمم، عن كل ما ينقص من هذا الإيمان. ما النتيجة؟ قال لفتحنا عليهم بركات، ليست بركة واحدة وإنما هي بركات متعددة. وإذا قال الله بركات فهي على فضل الله وعلى قدر الله سبحانه وتعالى بركات، وليست بركة واحدة وإنما من السماء ومن الأرض، بركات من السماء والأرض. إذن أيها الأحبة، نستطيع أن نستنزل فضل الله ورزق الله وجود الله سبحانه وتعالى بالإيمان الحقيقي وبالتقوى الصادقة مع الله سبحانه وتعالى. سينزل علينا الخير والفضل والبركة والجود والعطاء من الله سبحانه جل في علاه. ولكن القضية أيها الأحبة أن نستمر على هذا الإيمان، أن نستمر على التقوى، أن نستشعر معية الله سبحانه وتعالى ونظر الله وعلم الله سبحانه وتعالى بنا. حينئذ يكون هذا خير زاد لنا أن نعيش في الدنيا ونحن مؤمنون ونحن نتقي الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن. ولذلك ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الباء هنا باء السببية، ولذلك البلاء إذا نزل فإن من أعظم أسباب البلاء الذنوب والمعاصي لما كانوا يكسبون. أيها الأحبة، إذن دعوة للجميع أن نحقق الإيمان، أن نستشعر الإيمان وأصوله وثوابته في قلوبنا، وأن نراقب الله في السر والعلن، ثم انظر يا عبد الله بعد ذلك ما النتيجة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.